صبحي عبد السلام، التطبيل أشكال وألوان، يعني حبيب المستشار، يعني عم القرش، حبيب القرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أعزائي متابعين قناة أيمن الشويط. النهاردة دور المطبلاتي رقم 3 على قناة الزمالك، اللي صاحب مقولة العشرية السوداء، الراجل اللي بيموتني ضحك، صبحي عبد السلام. فعشان أنا بحب الراجل ده لازم أقدمه مقدمة خاصة كده. صبحي عبد السلام، التطبيل أشكال وألوان، يعني حبيب المستشار، يعني عم القرش، حبيب القرش، النجم المطبلاتي الفنان صبحي عبد السلام. صبحي عبد السلام ده اللي ما يعرفوش، ده راجل بيطلع ضيف في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك. الراجل ده مشهور بقى بان هو فعلا حرفيا محترف تطبيل لسياده المستشار مرتضى منصور. الراجل ده بقى ايه، طلع اول امبارح على قناه الزمالك وبيقول لك ان العداء انتقل مع الاهلي من الدوري المحلي لبطوله افريقيا، وان النادي الاهلي بيتجامل في افريقيا من الاتحاد الافريقي وبيتفصل له ماتشات وبيلاعب الفرق الثانيه وهي مجهده تماما، والاهلي متاجل له كل ماتشاته هنا ومرتاح. لا وكمان الحكام بيساعدوا النادي الاهلي في افريقيا، ده باماره ماتشين الوداد. صبحي عبد السلام ده بيتعود بقى ايه، يطلع يقول اي هبل واي كلام، اي كلمه بتيجي على دماغه او على باله بيقولها من غير ما يفكر فيها، طبعا علشان سيدو اللي بيديله قرشين اخر كل شهر، سياده المستشار مرتضى منصور. يا سيدي انتوا موضوع الماتشات اللي متاجله ده يا عم صبحي مموتكم في ايه؟ يعني دلوقتي انت عندك نادي عواطلي زي الزمالك ده متعود يطلع من دوري المجموعات كل سنه في افريقيا، ده انه وصلها اساسا ما بيتاجلوش ماتشات. ما هو اكيد ما بيتاجلوش ماتشات عشان ما بيلعبش ماتشات كتير زينا يا سياده الطبال. حضرتك الماتشات او الفرق اللي لعبت الاهلي كلها في الادوار النهائيه، قبل الادوار النهائيه كانت لعبه كلها 45 ماتش، والاهلي كان لاعب 47 ماتش في كل البطولات. يعني حرفيا حتى بالارقام النادي الاهلي لاعب ماتشات اكتر من الناس دي بكتير. اما بقى انت عايز تطبل لسياده المستشار وتعلق الفشل بتاع ناديك علينا احنا، دي مشكلتك انت. كلنا كاهلاويه وزملكاويه عارفين انت بتعمل كده ليه، علشان اخر الشهر سياده المستشار يقبضك القرشين ويبقى قاعد وهو بيتفرج عليكم على البرنامج كده متظبط ومستقنيس. لكن عامه كل الناس عارفه الاشكال دي، ولسه الدور الجاي اكيد على حبيبك ايهاب الخطيب في الحلقه القادمه ان شاء الله. اعمل لايك واشتراك في القناه علشان تشوف الفيديو اللي جاي.